يا سلام. رح فرجيكم كيف عم بدوبوا ذوبان. شايفين الطراوة؟ ولا احلى من هيك. شوفوا كيف، يعني كتير عم بدوبوا كتير. هاي قلب المعمول بالفستق من جوا، طعمة ولا اطيب من هيك. صدقوني الوصفة رهيبة وكتير كتير ممتازة. رح بلش جهز عجينة المعمول او عجينة القرص بعجوة. اول شي بنحتاج 4 كوب سمنة، ونوع السمنة لازم يكون طيب حتى تاخدوا نكهة طيبة. تمام هيك؟ تمام. بدي احكي عن الكوب يلي انا رح استخدمه. انا استخدمت الكوب الخاص بالعيارات. هذا الكوب بيسع 250 مل. رح فرجيكم اياه عن قريب. 250 مل. تمام. بدي لكم هلا شغله كتير هامه. المقادير اللي انا رح استخدمها حاليا بهي الوصفه، استخدمت هذا الكوب، يعني كوب المقاس، كوب العيارات. اما اذا انتم ما متواجد عندكم هذا الكوب، فيكم تستخدموا اي كوب متوفر عندكم بالبيت. هلا مثل ما قلت لكم عندي هون 4 كوب سمنه بحراره المطبخ. رح احطهم بالعجانه. طبعا انا رح استخدم العجانه، انتم فيكم تخلطوا كل هالمكونات اللي انا رح اضيفها على ايدكم. يعني اذا العجانه ما متوفره عندكم ما في اي مشكله. رح فرجيكم القوام اللي بدي اياه. هذا القوام اللي انا بدي اياه. شوفوا لونه كيف لونه فاتح. هيك بدي اياها للسمنه تصير. رح اضيف كوب حليب مكثف محلى، كمان معلقه كبيره فانيلا بودره. رح اضيف كمان نص كوب ماء زهر، وبعد هيك رح اخلط كمان شوي. أوريكم القوام من بعد ما خفقته مع الحليب المكثف المحلى والماء الزهر. بالنسبة لكمية الطحين عندي 8 كوب طحين. الكوب اللي استخدمته كوب العيارات اللي فرجيتكم اياه بس للتوضيح حتى ما تخربطوا ابدا. وبدي احط معلقتين كبار من المحلب، بناخد نكهة طيبة. طبعا المحلب اختياري، اذا ما بتحبوا نكهته فيكم تستغنوا عنه. بالنسبة لي انا مع الكعك والقرص بعجوة والمعمول انا بحب انه اضيف المحلب، لانه برجع بقول لكم انه بناخد نكهة طيبة. رح بلش ضيف كل الطحين فوق الخليط اللي جهزته. بلش اخلط الطحين مع المكونات لوقت ما يصير عندي قوام العجينه كتير ناعم وكتير طريه. طبعا رح فرجيكم اياها من بعد ما تجهز عندي. تقريبا يعني رح بلش اخلطها يعني 5 دقايق مو اكتر من هيك. وهي من بعد ما صارت عندي العجينه جاهزه. شايفين هيك قديش ناعمه وطريه. هلا بس بدي لكم ملاحظه يا جماعه. لما بتكونوا انتم عم تخلطوا الطحين مع السمنه وضفتوا 8 كوب مثل ما انا ما قلت، ولقيتوا انه لسه العجينه طريه بتحتاج كمان شويه طحين، بتضيفوا كمان من نص كوب للكوب طحين. يعني لوقت ما تتماسك عندكم العجينه وتصير ما تلزق، يعني هيك شايفين كيف انه ما بتلزق على الايد. طبعا انا رح اعيفها ترتاح مده ربع ساعه، وبعد هيك رح اشتغل فيها. اذا بدكم تحطوها في البراد او اذا المطبخ عندكم ما له شرب بتحطوها بالمطبخ. طب رح بلش جهز حشوة القرص بعجوة. في ناس بتقول معمول بالعجوة، انا متعودة انه اقول قرص بعجوة. عنا بحلب هيك بنقول، اما المعمول هو عنا المعمول بالفستق الحلبي، والكرابيج كرابيج بالجوز. فمشان هيك انا ماني متعودة ابدا اني اقول معمول بالعجوة، يعني حصرا لازم اقول قرص بعجوة. المهم عندي هون كيلو تمر. انا جبته جاهز. بالعاده بحب جيبه انا وملص منه العجو وبعد هيك ديره على الماكينه، بس هالمره اختصار للوقت فحبيت انه اجيبه جاهز. حط على التمر معلقه كبيره من السمنه. بعد ما دعكته كتير منيح رح اضيف شوي من المطيبات. عندي ربع معلقه صغيره شمره، ربع معلقه صغيره ينسون، وربع معلقه صغيره هيل، وربع معلقه صغيره قرفه. رح اضيفهم. ورح احط كمان نص كوب فستق حلبي. هلا جهز حشوة الفستق. عندي 3 كوب فستق حلبي. رح بلش اطحنه، بس ما بدي اطحنه كتير حتى ما يصير ناعم، بدي يضل انه وسط.
الفستق صار عندي جاهز. رح احط عليه معلقتين كبار من السكر البودرة. طبعا انا استخدمت هاي المعلقة، معلقة الاكل. رح احط كمان، اول شي رح اخلط شوي هيك السكر مع الفستق، كوب قطر، ورح بلش اعجن الفستق لوقت ما يلم عندي ويتماسك. طبعا القطر اللي انا ضفته فيه ماء زهر، ما في داعي انكم تضيفوا ماء زهر للفستق. طبعا حجم القطعة انتو حسب القالب اللي راح تستخدموه، تعملوا حجم قطعة الفستق او قطعة التمر. رح بلش احشي العجينة. بدي فرجيكم العجينة قبل ما احشيها كيف قوامها طرية كتير وما بتلزق بنفس الوقت. هذا القوام اللي بدي اياه. رح بلش احشيها. من بعد ما كورها هيك رح لتها شوي بالسميد الناعم كتير، يعني تقريبا مثل الطحين بهي الطريقة، وحطها بالصينية وبعد هيك اكبسها. هيك اسهل حتى ما تلزق معنا بالقالب وتطلع الرسمة كتير واضحة وحلوة. شايفين كيف؟ رح بلش احشي المعمول بالفستق. رح استخدم هذا القالب، حطيت عليه نايلون يلي بنغلف فيه الاكل حتى القطعه ما تلزق بالقالب وتطلع معنا بكل سهوله. طبعا فيكم ما تحطوا اذا ما له متوفر عندكم تلتوا قطعه العجينه من بعد ما تحشوها بالسميد الناعم يلي قلت لكم عليه من شوي. رح احط الفستق وبعد هيك رح سكر العجينة ولا أحلى من هيك، كتير طري. رح احطها بالقالب ورح اضغط عليها من هون هيك حتى اخذ رسمة حلوة. شوفوا كيف كتير طالعة حلوة. هاي حبايبي الرسب عجوة والمعمول بالفستق الحلبي صاروا عندي جاهزين. رح احطهم بالفرن على درجة حرارة 170. رح احط الصينية على اول رف من تحت. طبعا اول ما نحط الصينية بالفرن لازم نحمي الفرن، بعد هيك نحط الصينية بالفرن. وقبل ما نحط كمان الصينية بالفرن لازم اول شي نحطها في البراد ترتاح شوي وتبرد القطعة عنا منيح، وبعد هيك بنحطها بالفرن. وهيك بكون انا وضحت لكم. وبدي لكم ملاحظة كتير هامة، اذا انتم الفرن عندكم جديد او ما بتعرفوا عليه، دائما انتم يا جماعة بتحطوا قطعة او قطعتين على ورقة زبدة او صينية وبتحطوها بالفرن، وهيك بتختبروا درجة حرارة الفرن وبتعودوا بتعتمدوا عليها. بدي لكم ملاحظة حبايبي انه انا شغلت الفرن من تحت، لما اخذوا عندي لون من تحت طفيت من تحت وشغلت من فوق، وفيكم تعملوا نفس الشيء، تشغلوا من فوق حتى ياخذوا عندكم لون حلو وتطفوا من فوق وتشغلوا من تحت. وهي حبايبي المعمول بالفستق الحلبي والقراصب عجوة او المعمول بالتمر مثل ما البعض بيقولوا صاروا عندي جاهزين بطريقة ولا اطيب من هيك. صدقوني اذا بتتبعوا الخطوات وتحطوا نفس المقادير رح تاخذوا ألذ واطيب معمول ممكن تعملوه على العيد. طبعا رح فرجيكم حبة القراصب عجوة عن قريب وحبة المعمول بالفستق عن قريب. وهذا المعمول بالفستق الحلبي ويا سلام شي بياخد العقل. وهذا العقب رح فرجيكم اياه كمان ولا احلى من هيك لون. طبعا اذا انتم بتحبوا تشوفون اكثر من هيك هذا الشيء بيرجع لكم. هاي قطعه القراصب عجوه يا سلام. رح فرجيكم كيف عم بدوبوا ذوبان. شايفين الطراوه ولا احلى من هيك. شوفوا كيف يعني كتير عم بدوبوا كتير. طبعا انا عملت اكثر من رسمه، حسب انتم القوالب يلي متوفره عندكم بتعملوا رسمات. شوفوا ما احلاه يعني عن جد شي بياخد العقل. شايفين قلبه ولا احلى من هيك. وهي قلب المعمول بالفستق من جوا طعمه ولا اطيب من هيك. صدقوني الوصفة رهيبة وكتير ممتازة. لهون حبايبي بتكون وصفتي صارت جاهزة. اذا حبيتوا الفيديو لليوم لا تنسوني من دعمكم تشتركوا بقناتي هبة نحاس وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا تعملوا مشاركة للفيديو حتى الكل يستفاد. ويا ميت اهلا وسهلا فيكم. بشوفكم بوصفة تانية والف الف صحة وهنا ومع السلامة.